هقول لك تطلع اشاعه على نفسك ومحدش يصدقها، وهتكلم النجم انا اتمسكت دلوقتي. هو مش هيصدق ولا هيصدق انك بتضرب؟ اصله طيب. منور. عيب كده الوليد المتواضع، شخصك المتواضع جدا جدا. هو عيب كده فعلا، صح؟ في وليد صغير اهو، ايه رايك فيه؟ صوره شكل يعني شكلك يصعب على الكافر. مش دلوقتي ولا زمان؟ لا زمان، اللي هم عارف انت، عارف الفيلم بتاع زمان ده، العيال بتوع الملجأ دول اللي هم لا مش عارف، كانوا عاوزين حد يقومهم دول. ده مش عارف ملجأ يبقى مش انا. مش انت؟ لا بس دلوقتي بقيت الحمد لله في لما معاك فلوس. استاذ خالد، نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ انا محامي. دلوقتي دلوقتي ممثل خلاص. ما لا يعني المحامي كويس ممثل كويس، يعني المحامي كويس بيقعد يمثل. ايه ده والله؟ عشان خاطر المرافعات والحاجات. طبعا. ايه ده؟ لما بيقنع عنده. مش هم كانوا زمان ما بياخدوش بشهادتنا؟ ايوه عشان ممكن نمثل على القاضي. ايوه صح. ايوه كان القصه بتاعت تقول لك حاجه مشخصاتي مش عارف ايه. هات لي قاضي وانا اقنعه لك عادي باي حاجه. اجيب لك قاضي؟ يعني اروح اقول له استاذ خالد تعالى اقنعك بس. عارف ان انا بحبك جدا حبيبي، وانا كمان والله بجد والله العظيم. انت اخويا الصغير حبيبي. زمان عملت مسرحيه اسمها جزيره القرعه. ايوه. ليه وانت مش مضطر؟ لا مضطر طبعا، لان دي اول حاجه في حياتي بجد. وده كمان اول حاجه ده اول حاجه اشوف الجمهور والاقي الجمهور بيضحك معايا. الله. ده كان احساس وانا لسه في الجامعه يعني. كنت واخد دور البطل. ده كانت على مسرح ايه؟ مسرح الهناجر. الله. الدكتوره هدى وصفي. ده الهناجر ده كانش اي حد بيعرض على الهناجر، ده كان صعب. لا كان اي حد بيعرض على الهناجر عادي. ويبقى دلوقتي اللي بقى صعب. يبقى دلوقتي بقى صعب. ايه اللي ممكن يخلي استاذ خالد سرحان يعيط من الفرحه؟ عيط من الفرحه بجد يعني؟ بجد. اكيد النجاح طبعا. نجاح يعني نسجد لله شكر على طول، مش على الحمد حاجه لله. حلو قوي. لكن لا، احلام كتير قوي. ماشي، هحط قدامك شويه ورق، هتختار منهم كل اسم يطلع لك هتقول لنا سر عنه تعرفه. اوكي ماشي. مصطفى قمر. سر عن مصطفى قمر ما حدش يعرفه. كريم جدا. شخص كريم جدا. اوكي. وده ما حدش يعرفه، اكيد كل اللي كان كريم معاهم عرفوه. مش عارف مصلحته في الفنيه قوي، يعني دايما بقول له طلع شويه اغاني، اعمل حاجات ما تنامش كده. حلو جدا. اوكي، خد ورقه تانية. اوكي. حماده هلال. يمسك لسانه شويه. يمسك لسانه كده، لان هو بيقول كل حاجه على طول، بيفضحنا. بيحرق. شفت طلع ستوري في السنه اللي فاتت، طلع ستوري قال لهم يا جماعه ما تقلقوش هتطلع عايشه. يا نهار اسود. لما الناس نهار اسود. ده هو بيحرقني انا في اللوكيشن. والله. المداح بالنسبه لك ايه؟ المداح بالنسبه لي بقى مسلسل عجنت الشخصيه بتاعته قوي، فحبيتها قوي. حسن دخل جوايا قوي. السنه اللي فاتت الناس كلها ملهاش سيره غير ضحكه حسن، مع ان الضحكه هي تفصيله شخصيه عملتها وضفتها للشخصيه، ما كانتش موجوده من البدايات. لا مش موجوده، كنت جايه كده من لما تبدا تخش جوه الشخصيه وتحبها بيطلع حاجات لوحدها. اوكي. فالضحكه دي جت لوحدها. في مشهد من المشاهد اللي سمعك جدا مع الناس، بتاع لما انت ناس جم يسالوا على المداح قلت لهم انا المداح. ايوه. ورحت معاهم وطلع واحد مجنون وكلني علقه طيب خد واحده اخر ورقه بيضاء. ماشي. يا رب ما يطلع اللي في بالي. سر عن داليا البحيري. لما تتعصب اجرك الله. ايه ده؟ ما يبانش على لا داليا الكيوت اللي بيطلع فيه. لا لما تتعصب اجرك الله. وعلى فكره معظم الستات كده لما يتعصبوا اجرك الله. ولا احنا اللي بنخاف زياده؟ ممكن، ده احنا بنخاف، ده موضوع تاني. يعني ده اكيد، انما هم بيبقوا يعني مجانين برضه. اوكي. طيب محمد رمضان نمبر 1، خالد سرحان نمبر كام؟ 1 بلس. طب تفسيرك ايه المصطلح بتاع رقم؟ في حاجه اسمها كده؟ ما كل واحد يقول اللي هو عايزه بقى. انا 1 بلس يا بيه. 1 بلس. كل واحد يقول اللي هو عايزه. ماشي. انا 122. براحتك. بحب الرقم ده قوي. بس ماشي.
ده بتاع المطافي يعني برضه مش فن مش حلو. طيب هنعمل تشالنج دلوقتي. هيطلعوا لنا ستوب ووتش على الشاشه، هنغني اغنيه واحنا قافلين بقنا. ماشي. واللي هيضحك الاول هيتحكم عليه حكم، اللي مش هيستحمل. تحب نغني ايه؟ حاجه من الكلاسيكيات بقى اللي ايه اللي محفوظه للناس دي. جبار. ده احنا هنقعد ساعه. ايوه هتيجي. ماشي. ولا بحلم بيك عشان فيها نقلات؟ لا جبار. خلينا جبار. تحب احكم عليك بايه؟ انا اسحب ورقه فيها حكم. اوكي. اللي بنعمله في الناس. انا صوتي وحش جدا. صوتك هتغني موال؟ اه. طب ما تيجي ممكن نغير الحكم عشان ودنا بس يا بيه. يا عم. يا عم. ماشي يا عم، حلمك علينا ده احنا مش قدك. وتشيلنا في عينينا وبرضه مش عاجبك. بس خلاص. حلو. قلت في برنامج قبل كده ان مراتك متفهمه قوي غيره الستات، وان هي ما بتغيرش من قرب الفانزات منك ومن حبهم ليك. لا ما بتغيرش ولا بتغيرش. طب هنعمل تجربه عمليه. هنعمل تجربه نشوف بتغير ولا ما بتغيرش. حلو. في واحده انا قلت لها ان استاذ خالد سرحان طالع معايا. دي بص من الالتراس خالد سرحان. قالت لي انا بعشقه، عشان خاطري خليني اسمع صوته اكلمه. فانا هنكلمها دلوقتي، بس قبل ما نكلمها هتكون مدام بتاع حضرتك معانا على التليفون. عشان انا مش قايل لها انا فين دلوقتي. ابعد عن المدام دلوقتي. بلاش المدام ده طب خلاص، بس هناخد التليفون. ماشي. هي هتشوف الحلقه وهنعرف من اخبار. يا عم خلاص مبقناش نخاف ولا بنخاف من الدنيا بحالها. طلع في برنامج قبل كده قال مراتي ما بتغيرش. طب ما بتغيرش عادي. يا ساره مساء الخير. وليد ابو المجد، عيب كده. ازيك يا وليد، عامل ايه؟ الحمد لله. عارفه مين معايا في الحلقه؟ مين؟ استاذ خالد سرحان. لا انت بتهزر. والله يا استاذ خالد سرحان معايا. يا لهوي. طب اسمع صوته والنبي، ده انا بموت فيه، قسما بالله بموت فيه. سمع صوتك. بتحبي فيا ايه بالظبط يا ساره؟ بتحبي فيا ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ده انت فتح احلامي قسما بالله. انا الله يحفظك يا بنتي والله. كلهم ممكن يشوفوا الكاركتر، انا شايفك شايف. كلهم بيشوفوا الكاركتر. لا اما تشوفي الحلقه هتلاقيني عامل سشوار. طب حبيتي استاذ خالد من امتى؟ من فيلم ايه؟ اكيد ما شفتوش في الحقيقه يعني. يا نهار ازرق، من تجربه دنماركيه. ده من زمان. طب حلو. ما انا جراند برضو. كان بيعلم دنماركي وماشي. يا لهوي، ده لسه كان شغال من يومين. طب استاذ خالد بيقول دلوقتي ان انا جراند، يقصد يقول ان انا خلاص راحت عليا كشاب يعني. ايه راحت على مين؟ معلش يا وليد، ممكن تكون راحت عليك. لا شكرا يا ساره، شكرا. طب انت عارفه ان خلودي ايه؟ شكرا طب خلاص. يا ساره والله شكرا. ميرسي يا ساره. ميرسي يا ساره، هنكلمك تاني. الله يكرمها والله. طب انت فاكر ان ده مقلب؟ ممكن والله، حتى لو مقلب. يلا. هسألك، عندنا فقرة اسمها عروستي، هسألك فيها أسئلة، ولو ما جاوبتش هتنفذ حكم من الأحكام اللي موجودة في السبت بتاع الخضار ده. يلا بينا. ماشي. كائن حي قلبه في راسه. دي حاجة علميا حقيقية؟ أيوه. أنت مش مصدق إن أنا بتكلم جد، أنا عارف. سؤال. كائن حي قلبه في راسه. مين؟ عبد الحليم حافظ. هو مبدئيا عبد الحليم حافظ مش كائن، يعني مش كائن حي. الله يرحمه. الله يرحمه.
بس قلبه برضو يعني في راسه في اغانيه اغانيه مثلا. هو انا هعتبر الاجابه صح عشان فيها مجاز حلو. بس هو الجمبري. قلب الجمبري في راسه، تصدق؟ أيوة. معلومه حلوه. ايوه وتمشي. يعني انت بتقعد تشفط القلب الاول قبل ما تمسك الراس تقعد تشفط القلب الاول. 6 بيضات كسرت بيضتين وطبخت 2 واكلت 2. كام بيضه متبقيه معاك؟ كسرت 2 واكلت 2 وطبخت 2. أيوة. من 6 بيضات. ايوه. هي المفروض ان هم يبقوا 6 بس انت عايز يعني ساعات كده بيبقى في حاجات. ايه حاجات ايه يعني في خدعه في الحكايه. هي في خدعه في الحكايه. هاجي معاك دغري. اكلت 2 وسلقت وطبخت 2. ايوه. وكسرت 2. ايوه. حاسس انك هتجيبها، حاسس. ما في الحاجات ديت بس انا مش هجاوب اجابه تقليديه، لا. كسرت 2 واكلت 2 وطبخت 2. هيبقى فاضل 2 اللي معايا اللي هم اللي مطبوخين. هم لسه ما تاكلوش اهو. لا. امال ايه؟ تمشي على فكره. لا تمشيش. ليه؟ هم نفس الاثنين اللي انت طبختهم وكسرتهم وكلتهم. هم 2. هم نفس 2 حصل فيهم نفس الفعل. يبقى 4 عادي. اتفضل يا ريس. اسحب ملون. بسم الله. اخر مره كدبت الساعه كام في ايدك دلوقتي؟ والله كنت متوقع. الساعه الا ربع. بص انا في حاجه، اصل انا لما بكدب بيبان عليا. اوكي. يعني بيبان عليا، ممكن اضحك وممكن اللي قدامي يضحك، يعني بتهرج بسرعه قوي. مش الكذب اللي هو الابيض من ربع ساعه تلت ساعه كده. من ربع ساعه تلت ساعه. انا عرفت الكذب. عملة روسيا ايه؟ روبل. صح. ايه الحيوان اللي ممكن يموت لو قطعنا ديله؟ الفار مثلا. الفار ده احنا بنقطع ديله يقعد يرقص 9 سنين هو وديله. حيوان يموت لو قطعت ديله؟ ايوه. تعبان. حصان. هو التعبان ليه ديل يا ريس؟ ما ده هو كله عباره عن ديل. بالظبط. حصان. 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 وانا هفضل اتحكم عليها كده؟ اتفضل يا انا من البامبي. عايز تسالني سؤال اسالني وانا لو ما عرفتش هيبقى عادي عشان انا المذيع. ايه رايك في بوس الرجاله لبعضها؟ يعني عادي. يعني انت يعني اللي هو ايه، يعني احنا دلوقتي خلاص اصل في كورونا كانت وبتاع فتعودنا، يعني اللي هو يعني ما هو بوس الرجاله لبعضها انت فهمتها ايه؟ احنا بنتكلم على البوس اللي هو ايوه ما انا عارف بس يعني ما بتحب ما بتحبش؟ لا يعني عادي عادي يعني الحضن كده. شيء لا يمكنه المشي الا اذا ضربته على راسه. وحياة ربنا سهله بس فكر فيها ببساطه. ماشي الا اذا ضربته على البورس. لا يمكنه المشي. ايوه ما يتحركش ما يمشيش غير لما تضربه على راسه. الزمبرك. لما تمسك المسمار وتضربه على راسه. ايوه 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 ايوه. عايزين نفتش السبت هنجيب حاجه. هنجيب خضار. ايه رايك في البوس اللي في الافلام؟ بص هقول لك على معلومه حلوه قوي الناس لازم تعرفها، عشان الناس دايما فيلم فيه بوس مش عارف مش عارف ايه مناظر ولا مش عارف ايه، قصه ولا مناظر، قصه ولا مناظر. بوسه الفيلم زي بنيه الفيلم زي روسيه الفيلم زي اي حاجه. 20 واحد بيبقوا قاعدين حواليك، اللي بيضيف لك نور واللي بيعمل لك مش عارف ايه وبتاع، فهي عباره عن حرفه جدا. اوكي. يعني وتمثيل قوي. اصل هتقول لي الواحد ما بيبقاش في المود. ما لا انت بتصنع المود كمان يعني. أوكي. يعني دي بتبقى قصه وبيبقى مثلا ايه بتحاول تصنع المود، ففي مثلا ممكن تقول قللوا الناس اللي في الاوضه شويه، يبقى المخرج قاعد مع مدير التصوير بس مع اللي بيقيس مع اصل ده كمان يعني احنا بني ادمين برضو يعني. استاذ خالد في ناس بعتت لنا رسائل عن مشاكلها العاطفيه، وبما ان معانا النهارده خبير الاستراتيجي العاطفي في المشاعر هترد لنا على الرسائل دي وتقول لهم على حل يعني. ماشي اوكي. موضوع الخبير الاستراتيجي ده تمام؟ هاته.
انا بتكلم ماشي. واحده بتقول انا مشكلتي ان جوزي حرفيا معفن، بتحايل عليه شهور يستحمى ومفيش فايده، لدرجه اني منعت نفسي عنه، سوري يعني، بس هو بيحاول برضه وكلم اهلي وانا مكسوفه اقول السبب. يا سيد لو بتسمع وليد استحمى. اتطلقي منه، دي للكلب عمره ما طب ما تحاول، طب ما تنصح سيد. ما هو اصل المشكله بيبقى داء. ما يعني عارف انت، انا بقول لسيد يعني استحمى يا سيد واتقي ربنا. هو ما ظلمهاش. هو ما ظلمهاش. لا ده ظلم باين طبعا. صح طبعا. انت يعني قاعد مع كده يعني. ماشي. احمد بيقول ان هو عنده 15 سنه وبيحب الميس بتاعته جدا بتاعه الالعاب ومش عارف يقول لها ازاي. بيقول انا عارف ان انا صغير بس انا عايزها تستناني وداخل جد، نفسي تستناني لحد ما اكون نفسي. ربنا يكون في عونك يا احمد. انا كنت عامل زيك بالظبط، كنت بحب الميس بتاعه الالعاب برضو وانا صغير وكل حاجه واستنيتك. استنى مين؟ وهي تستنى مين؟ ده انا كنت مش عارف في اولى اعدادي ولا في 6 ابتدائي وحاجه كده يعني. بس هو بيقول انا داخل جد يعني مش ربنا معاك. شوف ابوك هيقول لك ايه. ابوه. انت جبت من الاخر. اغرب شغلانه اشتغلتها في حياتك؟ الشغلانه اللي انا اتخرجت منها قسم الانتاج، المعهد العالي للسينما. اشتغلت في الانتاج، خربت الدنيا. ازاي خربت الدنيا ازاي؟ مش فاهم حاجه. ساعات مثلا ايه، عندي طلعه العجمي يوم الخميس، اروح واخد الشرايط وطالع مش عارف ان الشرايط دي لازم قلت اسلمها لما ارجع بقى، يعني عارف حاجات كده يعني. شرايط اللي هي الحاجات اللي هتتعرض. اوكي. عملنا برنامج بقى، كان زمان الشرايط. ايوه. فاخد انا الشرايط اقول ابقى اوديها بعدين. ما كانش فيه بقى ساعتها الموبايلات، يعني بكلمك في نص التسعينات كده. ما كانش فيه غير التليفون اللي هو كان فيه البيجر. 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 طلع لساني في البيجر. ايه البيجر ده بقى؟ ايه بقى؟ لما يكون حد عايزك يروح ضارب تليفون، مش عارف انت ما حضرتوش ده تلاقيك. لا. يروح ضارب على رقم البيجر. اوكي. فيروح طالع لك تيت 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 ان فلان اتصل بس. اوكي. فانت تروح بقى تعمل ايه بقى؟ تروح التليفون الارضي تكلمه. بس تبقى فاهم ان حد عايزك. كان جهاز كده مربع كده لما كنا بنتمنظر بيه قوي، نحطه في الجينز كده من هنا. انا معايا بيجر وبتاع. طيب في شغلانات غريبه جدا في العالم، لما قعدنا ندور على الحوار ده هقول لك الشغلانات دي وتقول لي ممكن تشتغلها ولا لا. ماشي. في شغلانه منهم مثلا متذوق طعام. انا كده فعلا. شغال كده؟ لا مش شغال كده، انا هوايتي كده. بتحب تدوق الاكل؟ ولما بسافر لازم عندي سياحه المطاعم دي اهم حاجه. أوكي. ادوق اكل البلد. تروح تدوق ده في المكان الفلاني. عارف يعني. العراق مثلا كلت فيها حاجات معينه، الاردن، سوريا كده. حلو جدا. في شغلانه تانية مدفئه سرير في الفنادق. مدفئ سرير، هم لما بيحبوا يعملوا تيست للمراتب بيجيبوا واحد ينام فيها فيدفيها عشان خاطر اللي يجي يسكن يلاقيها دافيه وكويسه. انا ما سمعتش على الشغلانه دي قبل كده. ما انا هو ريس، انا لسه قايل لك اهو يا ريس، هي لسه طالعه دلوقتي. لا ما تشتغل. فاكس. اشتغل ادفي. طب ما ادفي الزبون بالمره. لا. في شغلانه ظهرت في فيلم عندنا اسمه زوج تحت الطلب. يا سلام، ده فيلم من الكلاسيكيات. انا بحس ان الشغلانه دي انا بعشق واحد بيروح يتجوز يوم ويمشي وياخد فلوس وهو مروح. ايه العسل ده يعني؟ هي في مجتمعنا عيبه. تشتغلها؟ لا. ولا في مجتمع تاني؟ ممكن لو في غزلافيا اروح عادي. غزلافيا دي تحفه. حتى هبقى اتجوز يوغوسلافيات. بس انت مش عارف تقولها اصلا يا ريس. يوغوسلافيات. هنتصل بحد تاني اسمه هوكا بعت لنا. انت نمت خالص. لا وانت شغال يا هوكا. مساء الخير، وليد ابو المجد عيب كده معاك. مساء النور. معانا استاذ خالد سرحان الخبير الاستراتيجي، ما شاء الله حل مشاكل ناس كتير. اهلا وسهلا. قول لنا يا هوكا مشكلتك فين عشان خاطر ان شاء الله باذن الله نزودها لك. طيب بص، عشان انا مشكلتي كبيره. ازيك الاول؟ اهلا وسهلا استاذ خالد. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟
تمام حبيبي، احكي لي مشكلتك. انا عندي مشكله كبيره. كبيره قوي؟ كبيره قوي. اتفضل. بدايه المشكله يا وليد كانت ايه؟ انا عرفت واحده. ماشي. تمام. عرفنا بعض، قلت هي دي بقى والدنيا تمام وكل كلام لذيذ وسهر بالليل وخروجات ودلع وكل حاجه زي الفل. فمره من المرات بعد فتره مثلا شهرين 3 نزلنا كلنا وكان معاها ايه؟ صحابها. حلو. شفت واحده من صحابها عجبتني. تمام. فايه كنت ما بين اختيار صعب، بس لقيت ان صاحبتها مناسبه اكتر. قلت بس خلاص ايه هي دي مشاعر ملناش يد فيها دي. بالظبط. هوكا. فالمهم ايه بعدها بشويه عرفت اخلع بالطريقه كده ومش عارف ايه من الاولى بقى في كلام ما بيني وما بين صاحبتها. ماشي. وهما الاثنين خسروا بعض، دي حاجه مش بتاعتي بقى، يعني دي ما كانش ليها دخل فيها طبعا. نفساني البنات بقى وحاجات زي كده طبعا. المهم بعدها بشويه تلف الايام وتتكرر والاقي ايه واحده صاحبتها انسب ما فيهاش غلطه بقى، تالتة، هدوء وادب واحترام بص كل حاجه. صاحبة انهي معلش؟ صاحبة مين؟ صاحبة التانية. ده لايف ستايل ده يا ابني. ده ما هو بقى ليه قلبي كل يوم بتحب واحده، دي مشكله من زمان. اوكي. يعني عمرو دياب الغلطان. عمرو دياب طبعا، ما هو مش مشكلتي لوحدي، لقيت الموضوع انسب يا وليد. ماشي. فبقيت في نفس المشكله تاني، ازاي اخلع من التانية واروح لصاحبتها التالتة. عد مع استاذ خالد على ايدك كده في 3. فالمهم ايه من هنا لهنا برضو نخلق مشاكل، نعمل مشاكل، الموضوع بقى متعب مش عارف ايه. وصلنا لايه؟ وصلنا لان احنا خلاص خلصت الموضوع مع التانية. انا عجبني موضوع نخلق مشاكل ده، اللي هو يعني مفيش مشاكل بس عشان تخلص. طبعا ما انت لازم تخرج برضه يبقى شكلك شيك، يعني لازم ما ينفعش تقول لها ايه، يعني تقول لها انا معجب بصاحبتك يبقى شكلها حلو. اوكي. هتكريت مشكله انت تكريت مشكله حلوه كده وتخرج. بالظبط كده. ماشي. المهم ايه سستمت الموضوع مع صاحبتها الثالثه وبرضه ما تفهمش الصحاب ليه منافسين من بعض كده، البنتين برضه خسروا بعض. تمام. نفسان البنات. نفسان البنات مش داخله اكيد. لفت الايام عماله تلف معاك. لا دخلت في شلتهم بقى. ايوه. تمام. اعجبت بواحده هي معجبه بواحد صاحبي. ومن اعمالكم. ودي بقى اللي انا خلاص بقى فاهم، يعني قلت بقى انا ايه هسيبني من كل اللي فات ده. وبتكلم بقى في موضوع خلاص بقى رسمي. تمام. طلعت معجبه بواحد صاحبي. وصاحبي تمام مش معجب بيها، بس هي مستنيه صاحبي يفركش. تمام. عشان ايه؟ عشان الموقف اللي انا عملته مره واثنين وثلاثه اترد فيا. طب انت انا دلوقتي معجب بيها وهي معجبه بواحد صاحبي، انا المفروض اعمل ايه؟ طب استاذ خالد عايز يقول لك حاجه. تمام. طب انت عارف انك انت واطي يا ادهم؟ ايه؟ اتفرج على الحلقه. سلام يا ادهم، هقول لك تطلع اشاعه على نفسك ومحدش يصدقها، وهتكلم النجم وتقول له يا حماده انا عملت 1 2 3 ونشوف هيصدق. لا عشان خاطري. لا والنبي لا والنبي لا يا عم لا ما تخافش. لا تعليق حكم يا ريس في حاجه؟ هربان من حاجه؟ طب قول لي بس اطلع اشاعه ايه؟ اقول له ايه بس؟ اداني نفكر حاجه. اقول له يا حماده انا اتمسكت دلوقتي ببودره، كنت معايا نص كيلو اتقفشت بيه وعايزك تيجي لي اسم كذا. هو مش هيصدق ولا هيصدق انك بتضرب؟ اصله طيب. تبقى مصيبه لو قال لك يا خالد ما انا قلت لك بطل. طيب ماشي، دي حاجه ممكن. دي حاجه. اقول لك على حاجات تانية ممكن نعملها. ماشي. يا حماده انا دلوقتي كان ضربت سواق ميكروباص. حلوه دي. ضربت سواق ميكروباص وانا دلوقتي والراجل مات في اسم الحدايه تاني. واهله اقول له ايه اسم الحدايه تاني. واهله واقفين بره حالفين لا يموتوني لو خرجت. معاك مش هكلمه، اكلمه لك انا. انت اللي تكلمه؟ كلمه من تليفونك. يا حماده دلوقتي انا اتخانقت مع سواق ميكروباص وضربته علقه جامده، واخد بالك؟ وانا دلوقتي ايه في اسم بتاع ده هرم سيتي 2. هرم سيتي التاني. ماشي.
الراجل اتضرب جامد قوي 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 قوي، واهله شكلهم بره دلوقتي عايزين ينتقموا لهم. انت بتشتغل يعني؟ يا عم اشتغلك ايه بس يا عم، انا بقول لك اتصرف انت. انا هو عايز تعمل ايه؟ قول لي مين عندك طيب؟ اما عايزك تجيب لي سندوتشات وتيجي. طب يلا حالا اقفل. طب خد كلم. يا مداح بلدنا ابو المجد معاك. هو وليد ابو المجد معاك؟ عيب كده، بنصور دلوقتي. ده هو يعملها مجنون طب اقول لك على افيه اعلى. طب وربنا انا صدقت. انا بقول له طلع اشاعه على نفسك وكلم واحد صاحبك اقنعه بالاشاعه، فقلت له طلع ان انت بتبيع بودره وكلمه قول له كده. وبعدين قلت له يا نهار اسود لو كلمت حماده قلت له كده، قال لك طب مش قلت لك يا حماده بطل بقى. انت مصدق ان هو يعمل كده في السواق؟ ممكن تجي له لحظه عصبيه يمسك حد يضربه. بس انت قلت له حاجه غريبه، هو قال لك بعد كل الضرب ده قال لك هات لي سندوتشات وتعالى، انت قلت له حاضر اقفل. ايه ده؟ ما خلاص يا راجل. انت بتقفل وهتطنش يعني سندوتشات يبقى لازم يهرش خلاص. وربنا وانا بكلمه في الخطيط كان معايا حد بحلق الراجل اهو توفيق. يعني. بس انت دي طيبه والله العظيم، يعني كنت هتجيب سندوتشات وتيجي جري. لا ما هجيب سندوتشات طبعا، هجيب له سندوتشات يا حبيبي. مبروك المداح يا ريس. ماله ايه مبروك؟ احنا على الهوا يا حماده. يا اهلا وسهلا، انا سعيد بيكم يا جماعه والله. خليك زي ما انت مو سعيد بيكم والله يا جماعه اللي انتوا معايا. خليه يوقف حلاقه وانت بتتكلم يا باشا يعورك. انا وقفت الحلاقه عاملها صح. طب يلا ايه يا حبيبي؟ ايه يا حبيبي؟ ايه يا اخويا؟ سمعنا ان خالد سرحان بيعمل مسلسل لوحده، هو عامل المداح فيه. طب ده عظيم. انا هنفسك وهدمرك. ويليق عليك تصدق. ويليق عليك؟ ده انا الوحيد اللي ما يليقش عليا. والله مداح شمال. مداح شمال. مداح بس شمال. حماده احنا كنا بنصور مع MBC امبارح وانت قلت نهايه المسلسل في اللقاء، ايه رايك؟ فضحتنا يا حماده. انا دي لما اصحاب الشريك قلت لهم ما تحطونيش في اي حاجه زي دي. والله قايل لهم. والله قايل لهم. هو انت لما طلعت لايف من الكرفان بتاعك وقلت للناس يا جماعه ما تخافوش هتطلع عايشه، كان حد حطك في حاجه؟ لا والله لا. نورت عيب كده يا نجم. حبيبي يا حماده، تسلم لنا يا غالي، قلنا نطمن عليك. كفاره يا صاحبي. حبيبي يا صاحبي، حبيبي. انا مبسوط ان انت معايا والله فاكر. والله انت اخويا الصغير وانا بحبك. نورتني يا استاذ خالد والله العظيم. حبيبي. شكرا لجميع الناس.